بسم الله على بركة الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله بخير وعلى خير. بيني وبينكم اول مره غادي نتشجع وغادي ندير واحد القصه الصراحه ديال الله ما عرفتش كيفاش غادي نبدا. المهم البنات اول مره صبروا معايا، الصراحه ما باغاش نبين وجهي. وما عارفاش كيفاش غادي ندير باش زعما ندير لكم شي حاجه زوينه ولا نصور لكم شي حاجه زوينه. داكشي علاش قررت ما غندير لكم والو، اصلا ما غيهمكم كيما نقولوا في والو وجهي. ولا شي حاجه زوينه يعني. كيما كنقولوا غادي تسمعوا القصه بودنيكم وراكم تخدموا شغلكم، اللي راه تغسل الماعن، اللي غادي تغسل، اللي كتبقى بطبيعه الحال شي حاجه. حتى انا الصراحه ديال الله كنتوانس بزاف في القصص. كيعجبوني القصص بزاف، وقلت علاش لا حتى انا ما نجربش حظي، نشوف واش نعجبكم، واش يعجبكم القصص ديالي، واش يكونوا مثيرين. ونتمنى من الله كاع من الاخوات اللي غادي يشجعوني، اللي غادي يعجبهم القصص ديالي. ان شاء الله. علاش لا حتى هما يشاركوا معنا القصص ديالهم. هكا باش كلشي يستافد وتكون عبره للناس. ولينا بزاف ديال الحوايج هكا كنشوفوهم، بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في هاد الدنيا ما شاء الله، كتقول زعما ما شاء الله وصافي والله. الصراحه هاد القصص كيعلمونا، كنتعلموا. نتمنى من الله ان شاء الله كيما نقولوا يكونوا عبره لبزاف ديال الناس ونتعلموا بيهم. المهم البنات كأول مرة غادي نطولوا شويه في المقدمة. علاش؟ باش تعرفوا عليا. أنا واحد الإنسانة بسيطة، وتا أنا طموحة، تا أنا باغا نزيد لقدام، تا أنا باغا يكون عندي صحاباتي حباباتي. هذاك الشيء علاش قررت زعما باش نعمر الفراغ ديالي والوقت ديالي كما نقولوا معاكم. نعاود ليكم تعاودوا ليا هكا. كيما نقولوا باش كاملين نتوانسوا. الله يحسن العون لهذا الوقت. كل واحد والاخر ديالو الحمد لله. المهم البنات غادي اليوم نحاول. الصراحه ديال الله ما عرفتش منين نبدا. عندي واحد القصه زوينه عجباتني، هي للعبره. كيقول لك من حفر حفره لاخيه سقط فيها. بنادم ديما منين يحفر شي حفره لخوه يحاول يحفرها على قدو، يشوف واش يقدر لديك الحفره ولا لا، حيت راه هو اللي غيطيح فيها باذن الله تعالى. فهمتوني كيفاش؟ يعني داك الشخص ديما بنادم. الشخص الخبيث، الشخص اللي ما كيخافش الله، راه قلت لكم من الاحسن يحفر الحفره منين يبدا يحفر فيها يقيس. فهمتي؟ يقيس طول وعرض واش تجيه ولا ما تجيش، باش ما تخافي لا يحفرها. كيما نقولوا تجيه ضيقه يتزمط، ولا تخافي لا يحفرها عريضه عليه بزاف. المهم ما غاديش تجيه للاسف. بسم الله توكلت على الله. نتمنى من الله ربي يوفقني في هذه القصه نعاودها لكم. هي قصه قصيره الصراحه ديال الله، ولكن الصراحه عجبتني بزاف. عجبتني بزاف صراحه. ديال واحد الاخت. هذه قصه حقيقيه البنات. قصه حقيقيه البنات. نعاودها لكم ان شاء الله. واحد الاخت كتقول في هذه القصه ديالها، واحد الاخت الله يعمر ليها الدار بعدا، كما نقولوا بنت الناس، بنت الاصول. مزوجه بطبيعه الحال، عندها وليداتها، مزوجه عايشه كما نقولوا السعاده بالطول والعرض. ما شاء الله عليها الصراحه. هي ساكنه مع عجوزتها، هي فارقه يعني. هي ساكنه مثلا ساكنه الفوق وعجوزتها ساكنه لتحت. ما كاين لا مشاكل لا صداع لا والو. كتهلا في ديك عجوزتها هكا، طلبت منها شي مساعده كما كنقولوا، قالت لها عافاك عاونينا بنتي في هذه الحاجه، عافاك بنتي ديري معايا هذه الحاجه. الصراحه ديال الله البنت مسكينه ظريفه، وكما نقولوا ما خاصها حتى شي خير في اي حاجه. راها تما مع راجلها مع وليداتها. هي ما خداماش، غير راجلها اللي خدام، ميسور الحال كما كنقولوا مزيان. صافي دارت ايام وجات ايام، دارت ايام وجات ايام بحال هكا. الراجل ديالها بدا يتبدل عليها. العجوزه حتى هي بدات تبدل عليها هكا. تقريبا يوميا. العجوزه تشوف ولدها جاي من الخدمه مثلا، عارف الولد، عارفه ولدها مثلا خاصو يجي نهار كامل ما شافش وليداتو، ما شافش مرته، خاصو يدوش، خاصو ياكل، خاصو يشرب. المهم راكم عارفين الروتين اليومي. طبيعه الحال هذيك راه مو هي الاولى يشوفها، ولا المهم راه مو طبيعه الحال. حنا ما غاديش نهضروا على هذا الشيء، هذيك راه مو. هي الاولى قبل من مرته، قبل من وليداتو، راه مو. المهم
علينا بصح السيدة شافت المرأة عكوزتها مبدلة، الراجل ما كانش زعما كتقول ليه يوميًا أجي عندي ولا كتفرض عليه باش يجي يجلس معاها ولا، السيدة كتشوف يوميًا غير كيجي ولدها من الخدمة راجلها من الخدمة. سمحوا لي البنات راكم عارفين أول نهار شوية بنادم كيكون المهم كيتلف. قلت لكم البنات كتشوف غير كيجي راجلها من الخدمة كياكل ويشرب كتعيط لأمو، أجي وليدي جلس معايا، أجي ونسني، أجي دير لي، أجي نهضروا شوية، أجي نديرو، الراجل كيمشي عندها اليوم، يمشي عندها غدا، مور غدا، ولكن السيدة جات هذاك الشيء غريب زعما راه سنين وهي مزوجة عندهم، ما عمره ما كان هاد الشيء، واش فهمتونا البنات؟ يعني كيمشي عند أمو ولكن ماشي هي اللي كتقول له أجي عندي جلس معايا ولا ونسني ولا. واحد النهار قررت قالت أجي نمشي نشوف أشنو كيديروا، ضحك عليها الشيطان بطبيعة الحال حتى هي ما خاصهاش دير بحال هكا، ولكن كيما نقولوا الله يحسن العون، راكم عارفين المرأة والغيرة والقلب ديالها، قالت أجي نمشي نتصنت عليهم اش كيديروا، وطبيعة الحال عجوزتها يعني الدار ما سدتهاش بالساروت راهم ساكنين جميع، دخل ولدها راجلها كيهضر مع مو كيضحكوا، مشات تبعات راجلها، لقات عادي ما كاين حتى شي حاجة جديدة، كيضحك مع مو الهضرة بين الولد وامو كيما نقولوا داكشي عادي الضحك اللعب صافي. قالت ناري واقيلا ظلمت السيدة خاصني نمشي لداري عند وليداتي خلي جلس مع مو. قالت لك السيده مسكينه كتعاود قالت لك يلاه جيت نخرج من الباب، قالت لك كنسمع لها كتقول لي يا وليدي شنو بان ليك، شنو بان لك وليدي تعاود الزواج، كيفاش اما نعاود الزواج عندي مرتي وعندي وليداتي. قالت لي راني عارفه عندك مرتك وعندك وليداتك ومرتك الله يعمر ليها الدار، ولكن شنو بان لك وليدي، شنو بان لك وليدي نزوجك بواحد السيده هكاين وهكاين تجي تعمر علينا الدار وفي نفس الوقت تونسني تجلس معايا انا تونسني، مراتك راه ما مسالياش ليا، راه عندها البنات عندها وليداتها، ما عرفتش واش عندها البنات والولاد في الحقيقه، المهم غير خرجت لي وصافي هاد كلمه عندها البنات، المهم عندها وليداتها بالعربيه عندها وليداتها ما مسالياش ليا وحتى انت ما مسالياش ليك ما عندهاش الوقت. المهم بحال هكا فهمتي. السيده دارت بها الارض باغا طيح صافي شدتها مسكينه الدوخه باغا تسخف. قال لي شكون هذه اللي راكي تقولي، قالت لي فلانه واحد السيده المهم بلا ما نقولوا الخدمه ديالها، واحد السيده هكاين وهكاين عزيزه عليا وهذه وهذه، وطبيعه الحال مرتو كتعرفها كيما نقولوا صديقه العائله ديك السيده. او كيفاش هذا الشيء، وهو يقول لها عرفتي اش ديري، خليني نهضر مع مرتي نتشاور معاها زعما نحاول ندخلها هذه الفكره كيما نقولوا ديال التعدد في الراس، وديك الساعات عاد ديك الساعات نشوفوا اشنو كاين. ايوا هي هذيك البنات حاولت زعما السيده تقنعوا، فهمتوني، تقنعوا تقول لي عافاك رد عليا بالزربه هذه قال لها صافا ما كوني هانيه انا غادي ان شاء الله نقنع المراه ديالي ونرد عليك. قالت لك المراه مسكينه طلعات للدار رجعت لدارها سدت عليها البيت بقات كتبكي ما لقات راسها باش تبلات للاسف. الحمد لله صافي هي هذيك حاولت تبدل من راسها، قالت واقيلا انا كنت مقصره مع الراجل، حاولت السيده كتقد في راسها كتهلا في راسها، ما بقاتش عاطيه الاهميه لدارها ولبنياتها ووليداتها كاملين، ما بقاتش عاطيهم الاهميه، ولات عاطيه الاهميه غير داك الراجل، كتقول واقيلا انا اللي فيا لافوت مقصره، داكشي علاش بغى يفكر في الزواج. قالت لك السيده مسكينه ولات نتهلا في راسي، وليت انا نقاد، وليت انا نماكي، وليت انا صايب شعري، وليت وحده اخرى، تبدلت 150 درجه. هي هذيك صافي الراجل منين شاف المراه ديالو هكاك، منين شاف المراه ديالو تبدلات ما قدر يقول ليها والو ما فهم والو، فهمتي كل ما تسولو امو يقول لها باقي، كل ما تسولو امو باقي راه ما قدرتش نهضر معاها، ما قدرتش ما ندير، واش فهمتوني كيفاش بحال هكا. صافي دازت أيام وجات أيام وديك السيدة بقات كدوّر في راسها اش خاصها دير باش تنتقم من ديك العكوزة اللي باغا دير ليها، باغا تشتت ليها الشمل ديالها، باغا تفارقها مع راجلها وباغا تفارقها مع وليداتها، قالت أجي نرد ليها الدقة. فكرت واحد الخطة جهنمية الصراحة ما زويناش باش ما نكذبوش، يعني ما يبغيهاش ربي ولا عبدو، حيت السيدة اللي أذاتها كيما نقولوا ما دارت مسكينة لا بيديها لا برجليها. فكرت شوفوا الفكره جهنميه، مشات عند ديك السيده اللي باغا تخطبها عكوزتها لراجلها، قالت ليها شوفي شنو بان لك، حيت السيده شويه كبيره في العمر يعني ماشي بنيه صغيره ولا يعني السيده بعقلها، قالت ليها راه واحد السيد من العائله ديالنا راه باغي يتزوج هكاين وهكاين،
قالت ليها: "شنو بان ليك؟ راه زعما عجبتيني نتيا وهادي وهادي." والسيد قالت ليها: "لاباس عليه خانز فلوس وما بقاش باغي مرتو، ما بقاش حاملها وما بقاش مفاهم معاها." قالت ليها: "الصراحة جيتيني انتِ في البال، جيتيني انتِ في البال الصراحة." قلت: "علاش لا؟" قلت: "علاش لا زعما ما تكونيش أنتِ هي مرتو وتستاهلي طبيعة الحال، أنتِ إنسانة مزيانة وهادي وهادي." قالت لي: "الله يا أختي، الله إلا درتي فيا هاد الخير راه ما عمرني ما ننساه لك في حياتي، حتى أنا باغا نتزوج، حتى أنا عييت بالخدمة، حتى أنا باغا نستر راسي." إيوا المهم راكم عارفين البنات. إيوا هي هاديك قالت لي: "صافي كوني هانية." قالت لها: "نهضر مع السيد وغنجيب لك نمرتو." قالت ليها: "بصح نتيا طبيعة الحال غتكوني لاله ومولاتي تطيحي السيد في الشبكة باش يبغيك، راه ماشي ساهل باش زعما غير هكا أجي وصافي." فهمتي؟ هي هاديك مشات كتشوف كيفاش دير. قولوا لي بعدا نسيت ما قلتش لكم. قولوا لي انا راجل اللي دبرت ليها راجل لوستها. تخيلوا نتوما راجل لوستها لاباس عليهم فاهم هو ومرته ما عنده حتى شي مشاكل، ولكن بداك الشيء اللي دارت لها العجوزه باغا تنتقم من ديك باغا تنتقم من العجوزه بطريق اللوسه. واخا راه قلت لكم داك الشيء ماشي مزيان، حيت السيده مسكينه ما فراسها ما يتعاود، ما دارت لا بيد ديالها برجليها حتى تنزل عليها هذه القدره. يعني الصراحه راه صعيبه. ايوا قلت لكم البنات، قلت لكم البنات، ناضت دبرت النمره ديال راجل لوسه. طبيعه الحال ماشي صعيبه عليها حيت النمره راها عند العائله كامله. دبرتها عطاتها للسيده، والسيده صافي بقات كتوصل معاه، بقات كتبغيه، بقى كيبغيها. المهم راكم عارفين انا اختصرت لكم وصافي. طبيعه الحال هادشي راه دا الوقت صافي حتى الاخر. داز مده وهي تجي اللوسه مسكينه غضبانه عند امها كتبكي. قالت لها: "ماما غنطلق، راجلي راه باغي يعاود الزواج." هادي. ومنين المهم راكم عارفين هضره كتجيب هضره، هضره كتجيب هضره. شكون هادي، شكون هاد الافعال اللي دارت بالراجل، شكون هادي اللي باغا تشتت لك الشمل. حتى كتقول ليها البنت: "اما فلانه بنت فلانه هي اللي باغا دير ليا الراجل، هي اللي باغا يزوجها راجلي." قالت لك العجوزه صافي طاحت على وقفتها، تصدمت حيت هذيك اللي كانت بغاتها لولدها. تصدمت، قالت لك طاحت على وقفتها، سخفات، تشلات، طاح ليها الناس. المهم واحد الحاله لا يرثى لها، ما بقاتش كتهضر، ما بقات كتكلم. طبعا الحال داوها للطبيب، المهم راكم عارفين داكشي كامل. آمم ما عرفتش شحال من يوم السيده هي في السبيطار، هي مشلّة، هي في ديك الحالة هادي. وللأسف علاش كيقول لك: "من حفر حفرة لأخيه سقط فيها." هي هادي ديال هاد السيدة، واخا ما بغيناهاش لديك اللوسة مسكينة. وطبيعة الحال مرت الولد برد ليها القلب، صافي السيدة تزوج طبيعة الحال ديك السيدة وراجلها بقى ليها، وهي مشات لديك العجوزة للسبيطار. وللأسف كتعاود قالت لك هدرت ليها في ودنيها، قالت ليها: "شتي الحفرة اللي حفرتي، ها أنتِ تحطي فيها أنتِ وبنتك." حيت السيدة ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تكلم. للأسف واخا العجوزة ما دارت فيها ما يصلح أوكي، حتى مرت الولد ما دارت فيها ما يصلح بجوج بهم الصراحة. قالت لك حتى لدرجات حسّيت بها القلب ديال ديك العجوزة وقف واحد اللحظة وعاود خدم بالفقصة وبالغدايب. وهنا كتسالي القصة ديالنا. كنتمنى والله البنات تشجعوني حيت أول مرة غندير شي قصة الصراحة. هاد القصة كتأثّر فيا ملي كنسمعها، الصراحة ديال الله زوينة. وطبيعة الحال كما قلت لكم كت بنادم باش ما يثقش بزاف بالعربية تاع عربت، ما يثقش بزاف، ما يديرش أكتر من الجهد ديالو. ها هي السيدة دايرة غير الخير مع عجوزتها، ما خلات ما دارت معاها، وفي الآخر راكم شفتوا غدرتها. المهم البنات إلا كانت عجبتكم القصة، بغيتو تشاركوا معايا حتى نتوما القصص ديالكم بطبيعة الحال، نحكيوها لصحاباتنا الجدادات. دابا غنوليو صحابات، نعاودوهم. هاكا كل وحدة طبيعة الحال ومشاكلها، كل واحد وهمها، كل واحد شنو عنده. ونتمنى من الله البنات تصبروا عليا عافاكم على قبل التصوير. ما عارفاش شنو خاصني ندير، وطبيعة الحال اللي عندها شي فكرة تقول لي شنو ندير، كيفاش نصور باش ما نبانش انا، وباش كيما نقولوا التصوير يكون زوين. ما عرفتش للاسف. المهم البنات صبروا معايا عافاكم. هذا اول فيديو غنلوحو في القناة ديالي، وطبيعة الحال إن شاء الله جايين فيديوهات أخرين، ولكن للأسف ما عرفتش واش فهمتوني. نتمنى من الله تكونوا فهمتونا البنات شنو باغا نقول لكم. شوية بشوية إن شاء الله تنحسن جودة التصوير، أنا يكون عنده أفكار، وأنتم طبيعة الحال غتعاونوني بالأفكار باش هكا نقدر ندير. فهمتونا البنات، هكا نقدر ندير شي حاجة تكون زوينة، تكون تعجبكم،
وفي نفس الوقت نبقى أنا مور الكاميرا. هذا الشيء اللي كاين. المهم البنات، نتمنى من الله تشجعوني، وما تنساوش لايك 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 البنات، والبارطاج بطبيعة الحال مع صحاباتكم، حيت اللايك هو اللي غادي، حيت أول فيديو راه ما غادي يشوفو حتى واحد، راه يعني صعيب، راه ماشي ساهل. نتمنى من الله البنات تكونوا فهمتوني. صعيب باش الفيديو الأول، حيت إلا طلع لي الفيديو الأول والثاني والثالث عاد باش يعرفوني الناس. المهم راكم عارفين، عافاكم، ما تنساوليش لي كومونتير، وخا ديروا لي قليبه البنات وريضه اللي كان شي حاجه طبيعه الحال تشجعوني وتوريوني اش خاصني ندير. ما عارفاش صراحه، الا بغيتو تثيقوا راه والله ما عارفاش حتى كيفاش نحط هذا الفيديو في يوتيوب، راه مازال يلاه عاد غادي نتعلم. غادي نتعلم البنات كيفاش نحط الفيديو. دابا قلت غادي نصورو بعدا نتوكل على الله وان شاء الله يكون خير. واليوم راه الجمعه البنات، باش تعرفوا النهار، اليوم راه الجمعه 10 في 7، يعني اول مره ان شاء الله غنحط فيديو، ما عارفاش الصراحه ديال الله، ولكن ان شاء الله غادي نتعلم. وغادي كيما نقولوا نزيد لقدام، ما باغاش نبقى في بلاصتي حتى انا طموحه، راه قلتها لكم في الاول ديال الفيديو، طموحه بزاف وباغا نزيد لقدام، ما باغاش نبقى في بلاصتي. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى من الله تكون عجبت لكم القصه، ونتمنى من الله حتى القصص الجايه يكونوا كيما نقولوا معبرات، يكونوا زوينين. واخا هادشي كيألم، ولكن كيما كنقولوا باش نديو الحيطه والحذر. واش فهمتوا كيفاش البنات؟ بحال هكا. المهم البنات، خليتكم على خير. شكرا للبنات اللي وصلوا معنا حتى لهاد النقطه، شكرا شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف. نتمنى من الله نكونوا صديقات وحبابات من هنا لقدام. ان شاء الله ما يكونش هذا اخر فيديو تشوفوه عندي في القناه، هذا ان شاء الله غير البدايه، والخير القدام. يلا البنات، مع السلامه، وشكرا لكم بزاف بزاف. نتمنى من الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل في اقرب وقت.